هذا السفر النفيس الذي يعالج علما جليل القدر عظيم الشرف، علم مصطلح الحديث، تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي. ذيو الكتاب إسعنا زل ذم قرآن أخطر إفكار ثموسني ذي ثالة ثيس سناث ذي شرعيث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تاقيثي من الليث في 13 ذي دروس من شرح كتاب التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي إقموثن بسقواس من 806 للهجرة. هذا هو المجلس رقم 13، ومع التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي نعالج موضوعين مهمين: الأول الحديث الشاذ، والثاني الحديث المعلل أو الحديث المعل، والصيغة الثانية أصح وأجود. قبل أن نبدأ مثلا ذي بيان النوعين من الأحاديث لابد من التذكير بالحديث الصحيح، هو المرجع. يمد النهضر في الحديث يصحان الحديث الصحيح ندي ساعة 5 من الشروط. الشرط الأول عدالة الراوي، الشرط والسين إلى قذيلي الراوي ضابطا، ضبط الراوي. الشرط والثلاثة إلى قذيلي اتصال السند، سكونه دياروان ألما ذي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط والأربعة السلامة من الشذوذ أو عدم الشذوذ، وريلا قرأ أذيلي الحديث ذكس الشذوذ، بعد نسفهم ذا شو المعنى الشذوذ. والشرط ويس 5 السلامة من العلة القادحة، عدم العلة القادحة. ما إلا يونسي الشروط غاف أذ الحديث حديثا ضعيفا، يصبح الحديث ضعيفا بوقوع خلل في شرط من الشروط. الحديث الحسن إذا كان الراوي خفيف الضبط، خفة الضبط شرط، يعني لأن الحديث الصحيح الراوي يكون كامل الضبط تام الضبط، ولكن ذي الحديث الحسن هذه للراوي خفيف الضبط غير متقن. ثورة نبدو نهضر في الحديث الشاذ. أولا ذي اللغة العربية مراد الشذ المعنى انفرد، أدين شد الخروف من القطيع، يعني يشرين الخروف نغي زمر يبعد في القضيعة من المال، يبعد فلاس يعني يغال الشاذ. القاعدة أسير القاعدة أدفض يوث المسألة فغسي القاعدة، أديني مسألة شذت عن القاعدة فغسي القاعدة. والشذوذ قد يكون في المعنى وقد يكون في المبنى. من حيث الاصطلاح معنى حينما يكون الحديث يرويه راو واحد، يعني بعيدا عن الجمهور، وحدس كان وكي شدنني يمكن يقلان أدنني وكي حديث شاذ. ثورة أدنو غلغ المتن أنا بذوس البيت رقم 161 لشو دينا المصنف الحافظ العراقي: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة. وهنا الشذوذ مخالفة الثقة، مخالفة الثقات من الرواة
هذا الشذوذ السيني سوى يكشيني إذ يروان الحديثة فأنت شاذ عن القاعدة عن الجمهور. يكمل: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه. معنى هذا هو القول الأول في معنى الحديث الشاذ. هناك 3 أقوال: القول الأول للإمام الشافعي، المذهب الثاني للإمام الحاكم، المذهب الثالث لأبي يعلى الخليلي. المذهب الثالث 3 مذاهب 3 أقوال. أثين شرحها يونيون أدن زود القول الأول المذهب الأول للشافعي كما ورد في البيت 161: ما يخالف فيه الثقة الملأ من الثقات. شو المعنى؟ عند الشافعي الحديث الشاذ هو اللي خالف، يعني يرويه ثقة ولكن يخالف الملأ، يخالف جمهور الثقات. يخلفثا مادام يخلفثا انفرد بروايته وحده. يروي الثقة حديثا ينفرد به عن الملأ الثقات، ما إلا واحد سيد يروى عند الإمام الشافعي يخلف مع المخالفة ما يخالف فيه الثقة الملأ، معناه ثقة يروي حديثا على وجه الانفراد والحبس هذا عند الشافعي ويخالف فيه الثقات، وقي حديث شاذ. إلى القول الثاني للإمام الحاكم مع جماعة من المحدثين: إن من انفرد به الثقة فقط لا يشترط المخالفة. إلى الفرق الأول والثاني: الأول ثقة يروي حديثا على وجه الانفراد ويخالف الملأ من الثقات، لا المخالفة، شرط الثاني المخالفة. ولكن عند الإمام الحاكم خاطئ، إنه يكفي أن ينفرد به الثقة، فإذا انفرد به الثقة بلا شرط المخالفة ماشي المثني خولف خاطئ. أدفتر كان مذيار جرنخ يون ديون ثقة أديوي يون الخبار سلهيد مليحة عند الإمام الشافعي، أديوي يون الخبار يخلفن الخبار يدبو الوياض، معنى يبد الخبار تيدت وحدس انفرد به، معنى رجو يخلف وياض خالفهم. وقعد الإمام الشافعي عند الإمام الحاكم خاطئ، إنك يكفي أن يرويه منفردا على وجه الاستقلال بلا شرط المخالفة، وإن كان الجمهور لم يذكروا حديثا في الموضوع، ما كان حتى واحد هضر في الموضوع ولاش ذي الموضوع ني ولاش ودي يهضر نسى وحدس وسني خول فارع. ولكن هناك قول ثالث لأبي يعلى الخليلي مفاده: من فرد به راو سواء كان ثقة أو غير ثقة، سواء خالف الجمهور أو خالف الملأ من الثقات أو لم يخالف. يعني أبو يعلى الخليلي أشي قار المهم راوي يون يروي الحديث، ماشي شرط يبلغ درجة الثقة. زر ما دين كلمة الثقة في كذا أوصاف معروفة عند في صناعة الحديث، في الصناعة الحديثية عند المحدثين. هكا
ما ليس له إلا إسناد واحد. المهم يكون راوي أروى حديث والسلام، لم يشترط فيه لا الثقة ولا المخالفة. هذا نفاد ثلاثة: مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الحاكم، مذهب أبي يعلى الخليلي. 3 مذاهب. ثورة يلا نروح غير الأبيات. أنا فهم كي ديالنا الحافظ العراقي يناد: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه. إذا الإمام الشافعي مع هذا الرأي، وقيد الرئيس المذهب الأول. والحاكم هذا بذات الرأي الثاني: والحاكم الخلاف فيه ما اشترط والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. معنى الرأي الثاني الإمام الحاكم لم يشترط الخلاف، ما اشترط، أي تقديره ما اشترط المخالفة، ما اشترط الخلاف، ولكن يكفي أن يكون ثقة روى الحديث على وجه الانفراد. القول الثالث: وللخليل يعني أبي يعلى الخليلي مفرد الراوي فقط. مقلة مفرد الراوي فقط، يعني المهم يرويه راو فقط على وجه الانفراد، سواء كان ثقة أو غير ثقة، أو سواء خالف أو لم يخالف. هذا هو المذهب الثالث. ابن الصلاح صاحب المقدمة يناد: المذهبان، يعني القول الثاني والثالث، يناد: المذهبان ضعيفان ردهما إناس لم يقبلهما. بعد سنسمع الأمثلة. في البيت 163: ورد، يعني الإمام الحافظ العراقي ذكر موقف ابن الصلاح صاحب المقدمة، ورد ما قال بفرض الثقة، يعني المهم ردهما، رد الثاني والثالث. ثورة نبذو ذي الأمثلة بالمثال يتضح المقام، أو بالمثال يتضح المقال. وقول مسلم روى الزهري، الإمام مسلم أتينا بصحيح مسلم: 90 فردا كلها قوي. هذا ثوران الشم ذي كتب الأحاديث. الحديث الشاذ تفهمنا احنا أول حكم نطلقه على الحديث الشاذ أنه حديث ضعيف. لماذا؟ لتخلف شرط من الشروط، لوجود من شروط الصحة، لأنه قلنا من شروط صحة الحديث مع عدم الشذوذ، السلامة من الشذوذ. والشاذ فهمناه معناه المنفرد، اتفقنا. ولكن نرجو ما نغلغ الكتب، نغلغ صحيح مسلم هكذا روى أحاديث كثيرة أنواع. الإمام الزهري وحده بلغة الحديث نقول: شذ الزهري برواية أحاديث، مع ذلك حكم بصحتها، هي أحاديث صحيحة. من بعد ذكي الحافظ العراقي تجاوز الأمور، سي الحديث سي البيت 163 مباشرة يغدي ساك الأمثلة، ما كان أصدقاء زرم ثورة الجانب النظري، روح ثورة التطبيق. وقول مسلم روى الزهري، الإمام مسلم في أحاديث كثيرة يقول: روى الزهري وحدس، انفرد بالرواية. وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي.
يعني 90 حديثا انفرد الزهري بروايتها. هذا الكتاب كتاب الصحيح بين يدي. أنطف مثلا ذي كتاب النذر، زرم ذي كتب الأحاديث وكتب الفقه دائما خدمن كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور أتنسلوك لك في كوالا الزوار ديال النذر وحدث كما فعل الإمام مسلم في صحيحه. ذاك بضرد الأحاديث من بعد شو دينا كلهم عن الزهري. ذكر مجموعة أحاديث ثم قال كلهم عن الزهري. إذن الحكم الأول الظاهر الذي ننطق به نحكم به أن هذه أحاديث شاذة فيها الشذوذ. مادام فيها الشذوذ إذن ليست صحيحة. هذا دقي أنا أقرأ من الكتاب أم بعد نروح الصفحة النظام ذا شو دهنا هذا الكلام اللي سمعته. وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. من أين أخذ هذه العبارة؟ من صحيح مسلم. واش قال؟ لا يرويه أحد غير الزهري. هكذا يقول الإمام مسلم لا يرويه أحد غير الزهري. ثم قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. أغلق القوس. إذن نروح كنس العقل يوث كلها قوي. ثبتها المفاجأة تظهر أنه ممكن الحديث مع الشذوذ نحكم بصحته. ماذا يحصل؟ نقوم بالتحرير الآن، تحرير هذا الشاذ. الراوي الثقة ما إلا راوي ماشي ثقة يبان شاذ. الراوي إذا لم يكن ثقة حديثه شاذ خلاص فهو حديث ضعيف. والحديث الشاذ من أقسام الحديث ضعيف. ثم نحرر المسألة، نقوم بتحرير الحديث الشاذ. الراوي الثقة إذا روى حديثا يخالف فيه غيره من الثقات، يعني هو روى حديثا ولكن خالف فيه الثقات يخلف في الموضوع نفسه، هذا حديث شاذ ضعيف. المسألة محسومة تماما، هذا حديث شاذ ضعيف. إذا روى ما لا مخالفة فيه للثقات ولكن عند عدم المخالفة هناك ألف باء جيم. نركزوا معايا. ألف إذا كان هذا الراوي ضابطا، إذا كان الراوي ثقة ضابطا عنده صفة الضبط، والضبط ضبطان كما ذكرنا، ضبط صدر وضبط كتاب. إذا كان هذا الراوي إذا روى ما لا مخالفة، خاطر إذا كانت المخالفة خلاص مخالفة للملأ من الثقات، هذه مسألة محسومة، هذا حديث شاذ ضعيف. ولكن إذا كان هذا الراوي ضابطا مثل الزهري نتخذه مرجعا، هذا يغال نصير المرجع لبيان المسألة. هناك غيره ولكن فقط باش تنطف كمرجع. إذا كان هذا الراوي من أهل الضبط مثل الزهري فهذا الحديث صحيح. هذا المفاجأة.
معنى ممكن الحديث الشاذ يرتقي إلى الحديث الصحيح إذا كان الراوي ضابطا. سبحان الله، مقل كان علماء الصناعة الحديثية يركزون كثيرا على الضبط. لعل من المسائل التي نعاني منها جميعا خاصة في مجال المعاملات هو الضبط. هذه أزمتنا. أفتح قوسا مهما من الأزمات التي نعاني منها الآن خاصة في مجال المعاملات مسألة الضبط. ولعلي أتجاوز بعض الحد نقول ما وش غير في مجال ضبط الصدر، حتى في ضبط الكتاب، حتى حينما يضبط العقد يكون مكتوبا وهكذاك يكون المشاكل سيرين تلوفا. مسألة الضبط مهمة جدا في كنس العلماء زردا مقرن. أعيد: الراوي الثقة. ننطلق من هنا. إذا روى حديثا يخالف فيه الملأ من الثقات فهذا حديث باتفاق حديث شاذ ضعيف. انتهى الأمر. هنا نستحضر شرط من شروط صحة الحديث السلام من الشذوذ، وهذا هو المراد. ولكن إذا روى ما لا يخالف فيه الملأ من الثقات، يعني راوي ثقة لا يخالف الثقات، يعني روى أحاديث في موضوعه ما كانش مخالفة، كاين ألف باجيم ألف. إذا كان هذا الراوي ضابطا مثل الإمام الزهري هذا حديث صحيح يحكم بصحته. لذلك سادتي الأفاضل، أحيانا تفتحون كتابا، وقد أتيت بهذه المراجع، تفتح كتاب تلقى كتاب راوي يرويه وحده. أنت تستحضر قواعد صحة الحديث، تقول ما دام الراوي وحده إذن فهذا الشاذ، والشاذ من الأحاديث الضعيفة. لماذا يأتي به الإمام مسلم في صحيحه؟ لماذا يأتي الإمام البخاري في صحيحه؟ لماذا يأتي الإمام مالك في صحيحه في موطئه؟ لماذا؟ هنا الإشكال. إذن المعلومة مهمة. إلى قبل ما يظهر الأمرين لابد أن يعلم، فنحكم على هذا الحديث بالصحة، فهو حديث صحيح. لماذا؟ لأن الراوي كان ضابطا من أهل الضبط. إذا كان قريبا من الضبط يعني تلمست، فهذا حديث حسن ينزل إلى الدرجة الأدنى، فهو حديث حسن. حديث حسن. انظروا ماذا قلنا في تعريف الحديث الحسن. حينما يروي الراوي حديثا هو خفيف الضبط. خفة الضبط هذا الوصف ينزل الحديث، يخرجه من صنف الأحاديث الصحيحة إلى الأحاديث الحسنة. إذا كان قريبا من الضبط فهو حديث حسن. خفيف هذه يقال حديث حسن. إذا كان بعيدا من الضبط أو بعد يعني كان بعيدا فهذا حديث ضعيف شاذ يرد، فهو حديث ضعيف شاذ. اتفقنا؟ يلا ثرى أدناس إلى الأبيات. نعود إلى المتن. واختار فيما كيقول واختار، هو لم يذكر معنى اختار ابن الصلاح. طبعا المتن هذا مكمن من مكامن الصعوبة، يقول كلاما والسلام، فهم الفهم. واختار المقصود هنا من؟ اختار ابن الصلاح صاحب المقدمة. واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن. أينك يقرب
يزوار ذاك الحديث الحسن. هذا اختيار موقف ابن الصلاح، واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن. ففرده، لاحظوا معي، ففرده معنى هذا الراوي المنفرد، هذا الراوي الذي روى حديثا على وجه الانفراد. ولكن كيف الصياغة؟ صياغة هذا النظم قال يقرب من ضبط ففرده حسن. أقلق ذي با يوصف بأنه حديث حسن. البيت 166 أو بلغ الضبط، يعني بلغ الضبط كان تام الضبط. وقيد لنا أمزواروني إذا كان هذا الراوي ضابطا مثل الزهري الاثنين جات ذن قالوا ذا قيد البيت أو بلغ الضبط فصحح اكتفى. معنى أحكم بصحة الحديث على مثل هذا الحديث الذي رواه راو ضبط أو بلغ الضبط فصحح. توقف هنا. أو بعد، يكمل، أو بعد عنه ففيما شذ فاطرحه ورد. يعني إذا كان بعيدا عن الضبط هذا يعتبر حديثا شاذا، اطرحه ورده، يعني هو حديث شاذ ضعيف مردود مطروح. أعتقد الأمر واضح. أدنو بعض الأدلة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا انفرد به عدل ضابط. مثل حديث الإمام مالك عن الزهري مرة أخرى. إذا اللي رووا عن الزهري ماشي غير الإمام مسلم، الإمام البخاري والإمام مسلم والأئمة والإمام مالك في موطئه. مثلا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو دينا دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر معناه ولا خدم مثل الدرع حديدي يخدم على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم باش نفهم باللي ما دخلش محرم، يعني كي دخل فاتحا. هذا الحديث شكون اللي رواه؟ الإمام مالك. ولكن عمن تفرد به الإمام مالك عن الزهري. الإمام معناه الإمام مالك هذا ذاك الحديث ذاك أصلا في الموطأ. الحديث الذي رواه الإمام مالك عن الزهري الذي انفرد شذ، الذي انفرد برواية هذا الحديث. والإمام الزهري ضابط، لذلك اعتمده الإمام مالك في موطئه والإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه وغيرهم. هذا نفهم باللي مثل هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري. إذن قمنا الآن بتحرير الموضوع. المسألة الآن واضحة أكا الخواء، خاطر لأن العلوم تتكامل والمباحث تتكامل. ثم يطفيون الحديث الصحيح يا أخي يغزعوا غساقي 5 شروط. السلامة من الشذوذ. ممكن الآن تقول يحبس إما لا جميع الأحاديث اللي رواها الإمام مسلم ولكن عن راوي واحد، إذن هذه أحاديث شاذة. والحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيف، أرميها ما تقبلهاش. أنا ذكرت ذلك قصدا باش الذين يتعاملون مع هذا الموضوع، مع علوم الحديث، مع مصطلح الحديث، مع الصناعة الحديثية، لا بد من الفهم والحذر. وكذلك الإمام البخاري أيضا وغيرهم ما ذكرته على سبيل المثال. وممكن أدوي غلاقي في كتابي كتب السنن وسواليم، هذا الأمر موجود. لذلك لا بد من ضبط المسألة. والله يرحم اللي خدم هذا الميراث، ميراث النبوة.
إذن أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه فمما شد فاطرحه ورد. أكيد الصياغة في النظم شوية معقدة ولكنها واضحة بعد الفهم. ثورة نروح الحديث المعلل أيضا. ربطوا أحزمتكم يا أخي نكون ناد. الحديث صحيح من غير شذوذ ولا علة قادحة. السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل القادحة ومن العلة القادحة. الآن نأتي الحديث المعلل. أولا العناوين اللي تلقاوها في الكتب بيقول لك المعلل، الحديث المعلل. علماء اللغة وعلماء الحديث قالوا بأن هذا فيه لحن. من الناس اللي قالوا هذا الكلام الإمام النووي إنه لحن، معناه يعني خطأ. ما نقولوش معلل في اللغة العربية دنيني. الحديث المعل، المعل يعني فيه علة، فيه مرض، فيه علة قادحة في صحته. هذه هي الجملة كاملة. إذن نقولوا الحديث المعل. ما هي العلة؟ العلة المريض كيفاش نقولوا بالعربية؟ نقولوا عليل. عليل معنى مريض يهلك. نمسفهم معنى ذاك العلة ذاك نفهميس المرض. العلة في موضوع القياس لا كركن من أركان القياس. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي. ذكرنا الأوصاف شروط العلة. نمسفهم ذاكي المقصود وجود العلة، معناه وجود سبب أو أكثر خفي. ركزوا معايا. خفي غامض ماهوش واضح طرأ على الحديث فأثر فيه. اسمحوا لي. مع السلامة في الظاهر أتدينا هكا الحديث اللي تكون في هذه العلة القادحة، معناه يكون في الحديث سبب غامض خفي طرأ عليه أثر في صحته وإن كان الظاهر السلامة. الديفان الحديث سليم نتسيظن. معلش أذكر مثالين سي الحياة النغ في كل سؤال ذي ونصير ذي الصحة. الظاهر الصحة. إما ريكش مر طبيب نهار سبيطر يا أخي داين الظلام هادي فغ دياغنوستيك شحال هلاكات يهلشاكا. لذلك ما نخدم اسميس مقارن الكشوف الفحوصات بيلون راك تخدم من البيلون ديفان ثاقي بلا ان شاء الله غادي يفك ربك الصحه تزمرت هكا يتمثل. زاد غير اسم العله ديال اللغه العربيه ديال الاصل اللغوي لانها لا تظهر وتبان راه ولا سوالين سوى الطبيب الحاذق. فافيس سيفا قال فافيس سيظن وديفان راه. الإخوة يسن مليح الشيخ حسن الدكتور حسن بالساعة الله يشفيه في كل ذي ولي والناس في طيسة هلك السكر كان أثي الطفذاقية يعني طبيب حاذق بيولوجي وكذا. صافي سمحت لي ثقة ركزت معايا خاطر ثقة نحوج مليح ما نمسفهم ثقة ولا رثاير في كل يتفاند ومذان يصحى نسى يظن هكا ذو أكيد الحديث المعل ذو سوا الظاهر السلامة خاطر نعطيكم أمثلة. الظاهر السلامة ولكن هو معلول فيه علة. أتوض طوموبيل
طومبيلة الحول الله يبارك بسم الله ما شاء الله. أمعنا ميكانيسيان يحرشنا كي يرجو وكسا وضرا يا أخي كي قارن لكن طومبيلة كي تيكوالس الصوت زار من الميكانيسيان يحرشن الصوت كي يحبس طومبيلة كي تهلك وكسا وضرا كيهضو ربي طومبيل الله يبارك أكيني الظاهر صحة نسيت عليه أما كي يقارن مذياز سفلى يشبح يرقم داخل مثل دي غير قصد غادي نغل المثل كي كان باش نفهم خاطر تظهر من المفاجأة هذا شوت. إذن ما هي العلة؟ علة هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث الصحيح أو على الحديث مطلقا على الحديث فأثرت فيه وبعدين فقدحت في صحته. هذه هي العلة القادحة. كي نعرفوا الحديث الصحيح قولوا من غير شذوذ ولا علة قادحة. غادي مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. يلهس ترون ذاك القادحة باش يديفان خاطر لأنها تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة. إلا قدر نضواقي إلا قدر نض الظاهر والسلام. طيب سورة داويغ البيت 193 وسم ما بعلة مشمول يعني وسم الحديث هذا هو المقصود. وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول يعني باش يدقار ودقار لا معلول ولا معلل الصحيح والأجود لغة أدي نظل معل. وقد قال الإمام النووي القول بأنه حديث معلل هذا فيه إنه لحن فيه خطأ. ولكن أرجو ركزوا معايا قبل أن نحكم بالعلة لا بد من القيام ببعض الإجراءات ببعض الأمور ضرورية ونزميرة. ركزوا مع هذه أمور منهجية مهمة. ثم زوروث جمع طرق الحديث على اختلاف ألفاظها وأسانيدها إلى قد داوض جميع الأحاديث جميع الطرق إلى قد انتداوض. لو كذا كينير مثال كان ويسأل على قبل المضارع لكن مثال كان لو كان كينير ينادي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فظل في الجماعة 27 درجة زيادة على بيزوليون وحدس. أكيد منهجيين نرد رواية النظام هذه طلع رواية النظام إلى ديس النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 جزءا. قد نجمعك الطرق صافي ديجا إلى ذا الطريقة النظام إن ضعفة صافي النف نجمعي ثنتيد حينما نجمعها نوازن بينها نقارن بينها تسهل المقارنة يسهل عن قارن يرأس يروذوة النف الحديث مزور يناد 27 الحديث والسين يناد 25 هذا الخلاف وايض. الحديث مزور يناد درجة الحديث والسين يناد جزء الحديث والثلاثة يناد ضعفة. إلاقة تخدم ذاك إلاق تجي مسألة ضرورية خاصة في هذه المسألة مسألة تجي يعنان الحديث المعل. إذن هذه الخطوة الأولى ضرورة جمع طرق الحديث على اختلاف ألفاظها ألفاظ الروايات يعني وأسانيدها جميع الطرق. 2 النظر إلى قد سوالر في مواضع اختلاف الرواة إلى قد سوالر خلفا سندا ومتنا. أما ذي السند فشو يسند عن فلان عن فلان عن فلان. أما ذي المتن أسوالي ذي المضمون إلاق ضروري مثلا من أجل لماذا؟ للموازنة بينها.
باش تخمض الموازنة. خاطر تيكوا ديك الشم الحديث الحديث، تيكوا ديك الشم الرواية ذي المعنى، نقل الرواية بالمعنى، تيكوا الراوي يروي الحديث بالمعنى ولا يصيب يخطئ، خاطر تجوز الرواية بالمعنى. نمسفهم تيكا ذاكي امور منهجيه، ذاكي لا ميثودولوجي اوبليجي تيكا ذاكي الى قد نخدم. سمحتي كان لو كان اكون داوي صوري كان امذيه يعني مثال، لو كان ندير امورنا لحياتنا مثلا اديني يون يلا اد نغر نروح القران، يلا نجبدوا من القران الكريم ايه ينادى ربي سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تفعلون. شو خدمة هذه؟ رواية خدت المعنى بدلا الآية ند تعملون ودينا تفعلون تعملون. في كتب عزيز غفور حكيم حليم. الخطأ يكثر هنا معنى هذا القارئ للقرآن يقرأ القرآن أحيانا يجيب وصف يكون التغيير في لفظ واحد، هذا قد ثورة بدل باش دينيغ تعملون نيغ تفعلون تعدى هي تعملون القرآن. سيكوال أتفض سي ركزوا معي أتفض سي الصورة ترتايض من الصورة إلى الأخرى تخرج منها تماما. أدين مثلا إذا جاء نصر الله والفتح الله الصمد فغض سي الصورة شماضي الصورة النظام ذي الأحاديث يلا الشياقي أبثقي علا لهلاك أما كان دنيغ لهلاك بومذان ودي تبان راسي سبورتيف الله يبارك رجل رياضي انت مسكين ميك الشمر فينيس يا حسرة. الطبيب الحاذق هو الذي ينتبه وكذلك يفسر الأمور. لذلك العلماء يكررون واحد العبارة إناش والهذه العلل مادام هي أسباب غامضة خفية تطرأ على الحديث فتؤثر فيه وتقدح في صحته. وبعدين كاين اللي يزيد عبارة إناش ولا ينتبه لها إلا الجهابذة، هكذا يقولون أسنسمي ولا ينتبه لها إلا من تمكن من هذه الصناعة إلى قدر متمكن مش يتفقر نمسفهم. يلا ثم ما هي أنواع العلل؟ أنواع العلل كثيرة، منها علة الإدراج في السند أو المتن، أدوض عبارة تدرج إما في السند نغ في المتن تضاف تدرج. نغ علة التصحيف، والتصحيف شو دي صغر الصحف تصحيف. علة القلب هذه يبدل في السند أو في المتن، علة الإدراج في السند أو المتن. نوع آخر علة التصحيف في السند أو في المتن، علة القلب في السند أو في المتن، علة الاضطراب في السند أو المتن. علة آخر علة رفع الموقوف أو وقف المرفوع. رفع الموقوف يكون موقوفا فيرفع أو يكون مرفوعا فيوقف. رفع الموقوف أو وقف المرفوع. علة وصل المرسل أو إرسال الواصل الموصول، إما وصل المرسل أو إرسال الموصول. في هذه بعض أنواع العلل. أنا نبدأ بعلة الإدراج في السند أو المتن. نبدأ بالإدراج في السند، بالمثال يتضح المقال. أنبذ الإدراج في السند، ركزوا معايا. أن يكون متنان
مختلفي الإسناد، متن، ولكن هذا المتن يختلف عن هذا في الإسناد، فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر، يدرج أثي يخلط، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي. مثاله الآن سأقرأ حديثا وأترك لكم مجال، هل هناك إدراج نغولاش؟ ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. هذا الحديث ماذا تقولون فيه؟ تقولون فيه أن هناك عبارة ولا تنافسوا، هذه أدرجت، هي موجودة في حديث آخر مثله. فقوله ولا تنافسوا، هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس مرفوعا، ليس من رواية الإمام مالك عن الزهري عن أنس، هذا الإمام مالك يعني الكتاب الموطأ، فهو عند مالك في الموطأ. ما نغلق الكتاب الموطأ الإمام مالك نجد الحديث بدون هذه الزيادة، صفي هذه الزيادة مدرجة مضافة من حديث آخر، حديث نظن يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، ولي كانت ورقي السند ذاك عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس، لا ذاك الإمام مالك يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، هذا موضعه، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وبعدين ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا، هذا موضعها ذاك، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث صحيح بهذه الصياغة، خرجه الإمام مالك في موطئه. الآن نأتي إلى الإدراج في المتن. قد يقع الإدراج في أول المتن، وإن كان هذا نادرا ولكن موجود. قد يكون الإدراج، هذه الإضافة تكون في أول المتن، ما لا يفذو كان الحديث التفضل زيادة. سؤالكم داوي الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم غدي قار باش أن الوضوء نكمل، بعدين نصبغ الوضوء، ذا شو معناه؟ أتمه، معناه اجعله كاملا، حافظ على الأركان والمستحبات والسنن والمستحبات، الوضوء نكمل. بعد نبهنا إلى العادة وين يقع الخلل، زي كما السرد بد ميضارنيس مؤخرة القدم، أورز ذينا تيكوال بد ما يغفل، إما وري الصوضر وفوسيس نغي حارنا نغتك عبور ثاقوت وتسيري ذارا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: إن أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. اتفقنا؟ ولكن دقي أين هي الزيادة؟ أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء وقي كلام الراوي أبو هريرة، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ويل للأعقاب من النار، ولكن أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة.
مع الروايات المتكررة يغل غاشين بعد أكيد كامل ولا سؤالي في كتب أشيني قال النبي صلى الله عليه وسلم هيديوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أتفضل هناك تكامل بين الجملة الأولى والثانية، ما كاش تعارض، ولكن وقي هذه جملة مدرجة مضافة ليست من متن الحديث ولا شيء في دينار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من العلة تصيب الحديث الإدراج في السند كما بينا، أو الإدراج في المتن. الإدراج في المتن قد يقع الإدراج إذن في أول متن الحديث، وإن كان هذا نادرا جدا، فيدرج كلام الراوي في الحديث النبوي. العادة إمثالا مد قارن الأحاديث الرواية وثيقة رواية أحيانا في كل وتسيدار الضبط يغزر مثلا بدلوك الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية أخرى من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار بدون كلمة متعمد. أي غير باش أمثال هذه طفل حذريس دايك الحديث إلى حويري مذانا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. المعنى متكامل. استقبالي نقار السفغاغ الوضوء أكي نقار السفغاغ الوضوء يعني أضروح أداغ الوضوء وهذه توضي الوضوء كمالا نغادي نتقيون رواضة سيني السفغ الوضوء السفغيث معناه خدميث على الكمال والتمام. ولكن حينما نعود إلى الحديث في الصحاح أن في الحديثاجي سمحتي الحديثاجي البخاري مثلا نروح البخاري رقم الحديث 165 يلا هنوغل أرغرس هذا ذاكي كتاب البخاري المجلد الأول الصف الباب غسل الأعقاب رقم الحديث 165 حدثنا فلان حدثنا الميد يبض إناد حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة باش قال أنوالي بن البخاري ضبط الموضوع جيدا وأزال هذا الإدراج أزاله إكسيث. هكذا يصنع خدام السنة والأدلة كثيرة تترى. إناد حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة سليغ لأبي هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث وكان يمر بنا يسعدد في اللنغ والناس يتوضؤون من المطهرة أم كان دا أتغن الوضوء قال إذن أبو هريرة قال وكذا ولا أبو هريرة ينايسن يوجدني يتغن الوضوء أسبغ الوضوء هذا أسبغ الوضوء مسننا أسبغ الوضوء نسيسنينا هو القائل أما كان يودي ولا ينطق سيمذانا سيني سفغث الوضوء وروح هذا السفغ من الوضوء معناه أخذ الوضوء كني وثاكني يلزم إناياس قال من كلام أبي هريرة أسبغ الوضوء وبعدين يكمل أبو هريرة فإن أبا القاسم يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كن يينس
قال ثورة ديال المتن الحديث فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. إذن متن الحديث محرر داين، متن الحديث ذوى ويل للأعقاب من النار. الزيادة نيثم زوري تدوسان ديال المتن ثنا مدرجة، وهذا هو الحديث المدرج، هذا هو الحديث المدرج. والأدلة كثيرة، ذكرنا ما يسمح به المقام. ثم نروح إلى المتن. قال الحافظ العراقي في البيت رقم 163 وسمي ما بعلة مشمول، يعني وسمي الحديث، هذا هو التقدير، وسمي الحديث ما بعلة مشمول، معنى هذا الحديث المشمول بعلة يعني بسبب خفي غامض إلى آخر ما ذكرنا. معللة ولا تقل معلول وما كدنا. بعد البيت 164 وهي عبارة عن أسباب. قال لك عبارة عن أسباب، لأن ذكرنا الآن الأسباب فيها الإدراج، فيها التصحيح، فيها القلب، فيها اللي ذكرناه قبل حين هكا. وهي عبارة عن أسباب طارت ماشي من طيران، معنى طرأت، حذفت الهمزة للتخفيف، طارت. فيها غموض وخفاء، يعني هو أقر بأن هذه الأسباب خفية، لهلاش ثاقي ذين فرن ماشي ذين دي ظهران. فيها غموض وخفاء أثرت، يعني تؤثر في صحة الحديث، تقدح فيه. هذه العلة القادحة، العلة القادحة الحديث ما قد ثورة سبيغ الوضوء ديري ثاقي علة قادحة، ولكن الحمد لله العلماء حرروها في جند أنويذ الحديث، مش الحديث. فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم مع قرائن تضم يهتدي إلى آخره، إلى غاية البيت رقم 208. ثورة سقيت مثلا نفهم ذا شو المعنى الحديث الشاذ، ذا شو المعنى الحديث المعل. نكمل ذي الدروس دي الدون إن شاء الله تعالى بقية المواضيع المهمة جدا التي أوردها الحافظ العراقي بشكل جيد ممتاز، خدمة لميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.